اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. امبارح كان يوم سعيد الى حد ما علينا كزملكاويه، قدرنا ان احنا نكسب حرس الحدود وكمان نرجع في سباق الدوري تاني، وكمان قدرنا ان احنا ناخد لقب دوري ابطال افريقيا في الكره الطايره للسيدات للمره الثالثه على التوالي. عامل ايه عليه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. ايه رايك في ماتش امبارح؟ نتكلم بس الاول على السيدات عشان نديهم حقهم ونبارك لهم، بعد كده نتكلم على حرس الحدود. والله وانا ما اتفرجتش على الماتش بصراحه، بس كنت متابع يعني. آه، هما دايما بيبقوا مركزين جدا في حته افريقيا دي. مم. احنا خسرنا الدوري، خسرنا السوبر. آه، بس هما في افريقيا بيبقى الموضوع شكله مختلف يعني، وده باين امبارح. مم. انا اول شوط واخدين 29 27، واضح ان هما كانوا مركزين جدا. مم. الاهلي فريق قوي طبعا. آه، بقى اقوى كمان لما دانا شوقي جت في الاهلي، بقت معده. مم. تاني ابو كان مصدر قوه. مع العلم ان امبارح كان مقفول عليها كويس جدا. امبارح ما كنتش شايفه آه الشوط الاول مش 29 27، الشوط الثاني كنا احنا متقدمين 12-8. فارقين الى حد الاهلي ما. رجع وكسب الشوط 25 22. الشوط الثالث نزلنا نفس السياق، برضو كنا متقدمين لحد نهايه الشوط، خلص 25 20. الشوط الاخير كان شوط غريب جدا. يعني الزمالك كان كسبان، الاهلي تعادل، الاهلي مم. تفوق، الزمالك اتعادل تاني، كانت الزمالك رايحه اتفوق. جايه. في الاخر الزمالك خد البطوله، وفي الاخر يعني ابارك لكابتن احمد فتحي، وابارك للنيار الاحمر، وابارك رامي نصوحي. آه، للعلم ما كانوش عايزين يسفروهم مجلس الإدارة، ولكن بإصرار الحقيقة وتشكر عليها النيار جدا الاحمر. كابتن نيرة الأحمر اه، هي اللي أصرت إن الفرقة تسافر. لان الزمالك في افريقيا مختلف. يعني الزمالك بالظبط. وثاني تاني على التوالي يعني يصعد كاس العالم للانديه، ما بالظبط. حصلتش قبل كده في التاريخ. بالظبط. فكل دي انجازات تحسب للاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره. آه، فيعني ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن باذن الله برضه. للعلم أول مشاركة رسمية في أفريقيا للزمالك يا جماعة كانت من سنتين، وفي أول مشاركة رسمية قدرنا إن إحنا ناخد اللقب، وبعديها بسنتين قدرنا إن إحنا ناخد اللقب الثاني على التوالي والثالث السنة دي على التوالي. فده إنجاز كبير جدا. ما أعتقدش، طبعا يعني المعلومة مش عندي، بس ما أعتقدش إن في لعبة جماعية أو في قارة أفريقيا عامة حتى بالكورة ما حدش. فرقة قدرت إن هي تاخد ثلاث هو ألقاب الاهلي لو قارية. خد السنه دي افريقيا يبقى هو آه. ثالث على الدوري. آه. آه، حرس الحدود. أنا والله كان برضه يعني. نقطتي بس في الفكره في الماتش ده ان انا كنت لازم اكسب عشان ابين ان انا مش فرقه زيزو. لا، انا كنت لازم اثبت حاجه زي كده، حتى لو كان الاداء ممكن ما يكونش افضل حاجه، بس انا كان لازم اكسب الماتش ده. حتى بماتش بيراميدز امبارح اول امبارح انا اسف، اللي اتعادلوا مع الاهلي، فالاجواء عايزه ترجعك تاني، فكنت لازم تكسب الماتش بص، بتاع خلينا حرس الحدود. متفقين ان الموضوع صعب. موضوع اكيد. الدوري صعب مش سهل. بيراميدز متفوق دلوقتي بست نقط مم. عليك. لسه في ماتش بينك وبينه. كسبت فرق ثلاثه، خسرت يبقى الموضوع خلص تماما. مم. تعادل مش هيفيدك حتى. برضه آه، الماتشات اللي جايه دي كلها اكنها ماتشات كؤوس، اصلا انت عندك آه، الماتش المصري اللي جاي. الماتش بتاع امبارح اصلا يعني برضه ما اتفرجتش عليه. بس شفت ملخص كده. يعني من احسن اشواط بيسيرو بتاعت الشوط الشوط الاول. الاول. يعني من احسن اشواط سمعت. بيسيرو أيوة. فعلا، اللي لعبها من ساعه ما جه الزمالك. مسيطر على مباراه الشوط الاول بشكل كامل. فرص بتضيع. اول مره امبارح نشوف مصطفى شلبي بيلعب فيرو جنب سيف الجزيري. مم. بيلعب امبارح ب 5 3 2 او مم. 3 5 2. يعني هو بيسيرو بيلاقي نفسه في الطريقه دي. ده ثلاثة. واضح، ده واضح ان هو بيلاقي نفسه فيها جدا، يعني حتى كان ثلاث بيلعبها ادوار. مع نيجيريا على فكرة في أفريقيا اللي فاتت. فده اللي انا قلته لك في المره اللي فاتت لما ساعه ماتش الكونفدراليه. طالما انت ماشي بسيستم معين خلاص كمل بيه زي ما انت. مم. ما تغيرش الخطه عشان الناس قالت او حد قال لك لا. طالما انت في سيستم ماشي بيه امشي زي ما انت، ما تغيروش. لكن الحوار بتاع امبارح، يعني انت قربت نوعا ما من الدوري، وكل حاجه بقت في ايدك انت. يعني انت كسبت بالظبط. كل ماتشاتك. الموضوع يعني هو شغلك بيحسن، بس بيتقرب بنسبه كبيره. بس هتبقى وصلت لحاجة أنت آه، عايز توصل لها، إن أنت هتتأهل لدوري أبطال أفريقيا ان شاء الله مع باذن كمان الله. خصم الثلاثة بونت من الأهلي، فأنت لو كسبت كل ماتشاتك أنت آه، حرفيا قادر إن أنت تتأهل لدوري أبطال أفريقيا يعني احنا ترجع كنا تاني. بنتفرج على ماتش الاهلي وبيراميدز، يعني اتنين من الاول دوري ابطال افريقيا. آه، ما كانش ماتش يعني حلو خالص حتى على لو خليفه فكرة. هو بيذيع يقول لك نايم. يعني
فرقتين مش هم دول يعني اللي احنا كنا مستنيين منهم، يعني مش وعلى هو ده الاداء. فكره اه لان اولا بيراميدز الشوط الاول كان ماشي نوعا ما، كان بيهاجم، لعب كوره او كورتين. م- الاهلي راح بكوره امام عاشور جت فوق العارضه. م. بس ما اعتقدش ان الاهلي عمل حاجه تانيه الشوط الاول. الشوط الثاني الطرد اثر طبعا على بيراميدز ده مليون في الميه. مع ذلك جابوا جون، بس ما قدروش يحافظوا على الجون. م. دخل فيهم التعادل في الدقيقه 26 ثانيه. هو حكم كان حاطط 5 دقايق طبعا، بس يعني ايه، الجون جه بعد الدقيقه 5. كمل بتاعت الدقيقه 5. بس ارجع اقول لك برضو، النقطه بتاعت اللي خدها بيراميدز دي مفيده ليه، لكن النقطه اللي خدها الاهلي دي مش مفيده ليه اطلاقا. لا الاهلي كان لازم يكسب، ما آه، فيهاش نقاش يعني. اداء سيء جدا. في لاعبين في الملعب ادائهم في علامه استفهام كبيره جدا. بس ارجع لما اقول لك برضو، عشان ماتش امبارح من ايه، ما فيش ما حاجه تانيه. نتدرجش المواضيع تاني. اه الزمالك نوعا ما الاداء بيتحسن. الزمالك نوعا ما حاسس بالمسؤوليه بعد خروج الكونفدراليه، م. اللي هو كان خروج مفاجئ اصلا. بس يعني ان شاء الله برضو اللي جاي هيبقى احسن باذن الله. الفوز ده بيرجعنا الى حد ما في مشوارنا في الدوري. وهل احنا الماتش الجاي ده بتاع كاس العاصمه او كاس الرابطه، هل نقدر انت شايف ايه من وجهة نظرك؟ يعني يكمل يجرب نفس الطريقة ويكمل بنفس اللعيبة، ولا يريح جزء كبير؟ وللعلم كان في بس اللي هي المشكلة بتاعت ناصر ماهر دي، ان هو اكيد امم هتأثر عليه في الفترة اللي جاية دي، واكيد هتأثر علاقته مع بيسيرو. واعتقد ان هو يستبعده كمان من الماتش الجاي. وكمان اللي عرفته ان عبد الواحد سيد بعت للإدارة يخسر منه 25% من بمعنى العقد كده بتاعه. ان انتوا خصموا منه امم 25%. مع كمان وعبد الله السعيد خارج، برضو ايمن عبد العزيز راح له بيشرح له. بصراحه شفت الفيديو بس ما فهمتش ايه اللي جواه. ان عبد الله السعيد كان الى حد ما متضايق، بس عبد الواحد السيد وأيمن عبد العزيز كانوا الى حد ما بقى يعني بيهدوا. ايه رايك في الحوارات دي؟ طيب نرجع لموضوع كاس العاصمه. امم هو كاس العاصمه مش فارق كتير مع الزمالك. خلاص انت كده كده خارج انا يعني. اخدته وما خدتوش، كسبته وما كسبتوش، اصل كاس العاصمه هيوديني كاس السوبر. امم السوبر ده ممكن اوصل من كاس مصر وهلعب فاينل فيه مع بيراميدز. بالظبط. فهو كاس العاصمه اصلا الزمالك كان بيلعب بيه بالسكند تيم بتاعه. امم واعتقد ان هو هيلعب سكند تيم ماتش برضه ماتش يعني سموحه. هيريح اللعيبه. سموحه مثلا مشي في مدرب جاي، لسه ماشي امبارح. وفي كلام بيقول ايمن رمادي مدرب جديد طبعا. الماتش هيبقى صعب على الزمالك مليون اكيد. في المية. سموحه عايز يكسب، شيء بس طبيعي. اعتقد ان هي مش فارقه يعني مش فارقه كتير. مدرب جديد فعاوز يكسب اول ماتش ليه، امم فيعني يبقى حافز ليه وحافز اللعيبه، فالموضوع بيبقى مختلف تماما. آه، يعني محدش حاطط امل اعتقد يعني محدش حاطط امل من جماهير الزمالك على كاس العاصمه ده. بس انا من آه، وجهه نظري مثلا اللي خدناه انا شايف. خدناه ما خدناهوش مش فارقه كتير يعني. ان هو اصلا يعني جايزته حتى 10 مليون جنيه متهيألي حاجه كده. ايوه. آه، يعني 10 مليون جنيه ده مش ثمن لعيب واحد في الزمالك، بس انا عقد وجهة واحد. نظري مثلا انت لو هتريح عناصر، يعني مثلا عبد الله السعيد بحكم السن ان انت تريحه، تريح مثلا 5 لعيبه من التشكيل الاساسي وتلعب بالسته، بحيث ان انت تجرب تاكد على الطريقه بتاعتك اللي هي 3 5 2 او 5 3 2 ايا كان. انا عايز اقول لك تاكد حاجه، يعني على هو الطريقه بتاعتك. الزمالك دلوقتي بيعمل حاجه، ان هو بيشوف افضل العناصر الموجوده دلوقتي، عشان خلاص احنا في نهايه السيزون. اه. هنشوف مين اللي ماشي ومين اللي جاي. آه، ف للعلم سمعت مش عارف ده صح ولا لا، ان هم بدأوا في ملف الصفقات من الصفقات ميدو الاجانب. وحازم مين ماسكينهم. اه. آه، واحنا شفنا طبعا كلنا تويتة ممدوح عباس قال لك انا بقعد زي كبير زمان صفقتين. اثنين. آه، واللي انا سمعته برضو دي معلومه، ان الزمالك حاطط في صفقات السنه دي، الله اعلم ممكن ده صح ولا غلط، انا ما عنديش علم بيه. بس مم. دي انا سمعتها، ان هو حاطط 800 مليون جنيه صفقات الزمالك السنه دي. ده رقم كبير جدا، اكيد. يعني رقم يعني بما يعادل 8 مليون دولار. ايوه. فلو فعلا الكلام ده صح، فاعتقد ان ميركاتو الزمالك السنه دي هيكون مختلف عن اي سنه. مم. الموضوع هيبقى افضل. المدرب هو اللي هيختار، مع لجنه تخطيط تعرف تخلص اللعيبه. ايوه. عكس السنين اللي فاتت كان عنده مجلس اداره هو اللي كان بيخلص الكلام ده. مم. وبرضه شفنا تويت امير مرتضى منصور، هو قال لك انا في ظهر النادي وهساعد، وعلى حوار زيزو ان هو في المحامي الايطالي ده هيشوف معاه الاوراق والكلام ده.
فواضح ان الدنيا بقت نوعا ما يعني هاديه شويه في نادي الزمالك نوعا ما الفتره دي. او حسوا بالمسؤوليه ما بعد ما شال زيزو. يعني حتى كنت هجيلك في نقطه زيزو دي يعني. آه، شفنا حاجات كتير الايام اللي فاتت، اليومين اللي فاتوا دول خصوصا. مم. ان هو طلب يرجع وطلب يقعد وطلب يجي يجدد، بس والكلام ده على لسان حازم امام، يعني مش على اي حد. الموضوع صعب لان في شرط جزائي ماضي عليه هو او والده ابوه، ماضي على والده باباه ماضي عليه. الماضي. رقم كبير جدا، فالزمالك صعب يتحمله. آه، لا وانا ما اتحملهوش، ما بس هي اتحملوش على ايه. المعلومه اللي عندي، ودي انا متاكد منها بنسبه 70 80%، ان تركي الشيخ ساعد موضوع الونش، هو عمل دروب مع النادي في الاهلي. مشكله فعلا حصلت ما بينه وما بين لان الخطيب. تركي الشيخ هو اللي كان يخلص الونش. ايوه. آه، تركي الشيخ كلم حازم او ميدو، قال له شوف زيزو هيرجع ازاي، وانا هبقى متكفل بيه. الله اعلم كان صح ولا غلط. مم. انا سمعت بس نفس الكلام ده، حتى بيقول لو مش هيرجع للزمالك على طول، يعني يقدم عرض للزمالك والزمالك يوديه السعوديه، ولو بعد كده يرجع تاني، بس اهم هو حاجه ما يروحش له. ده الكلام اللي انا سمعته، مش عارف ده اكيد ولا لا. هو موضوع لو تركي الشيخ كان ده كلامه صح. في حاجتين عكس بعض. انت كنت بتدعم وكنت هتخلص صفقه الونش للاهلي، ودلوقتي عشان المجلس اتقلب عليك امم. بتاع الاهلي، رحت جاي للزمالك عشان ترجع زيزو عشان ايوه. تقدر في مجلس الاهلي. لا. هو محدش فاهم تركي الشيخ هو بيعمل ايه اصلا، ولا حد بيفسد الكره يعني المصريه. هو مش فاهم. هو انا مش فاهم واضحه هو بيعمل وصريحه. ايه. بس اللي اقدر اقوله لك يعني، كل الكلام المتداول دلوقتي ان زيزو بنسبه 70 80% برضو، مش عايز اجزم ان هو هيجدد للزمالك. بس يخلص ازاي من عقود بتاعت الاهلي دي انا ما اعرفهاش بصراحه، ما عنديش خلفيه. امم. يعني ما عنديش خلفيه عنها. بس هقول لك برضه، هو زيزو خلص قعد، زيزو ما عادش مشي. هي مش فارقه معاه كتير. يعني خلاص بقى، يعني هو زمان حتى يعني هو بيجيب الصفقات على اساس ان زيزو مش موجود، بيشوف وينج رايت. امم. في اسامي كتير مطروحه. ف يعني ان شاء الله ربنا يكرم الايام الجايه دي، والدنيا هتبقى رايحه على فين يعني. ان شاء الله. اعتقد ده كان فيديو سريع جدا، يعني اتكلمنا فيه على كل ما يخص الزمالك، بحوار زيزو، بحوار الصفقات ان شاء الله الجايه، بالحوارات اللي دايره دلوقتي داخل نادي الزمالك. باركنا لفتيات الذهب اللي قدروا ياخدوا لقب دوري ابطال افريقيا للكره الطائره سيدات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.